غلطة كبيرة كنا بنعملها كبياعين مبتدئين وهقول لك ازاي تتجنبها. احيان كتير بيجي لك عميل وتحس ان هو خلاص هينفذ وبعدين يبدا يفاوضك على السعر، يطلب منك خصم ويطلب منك انك تعمل له عرض، فانت تجري على مديرك تطلب منه الخصم وترجع للعميل بيه وتقول له انا جبت لك خصم كذا وكذا. المشكله انك بتتفاجئ ان العميل بيرد عليك خلاص هشوف وهرجع لك تاني. في الحاله دي بيكون العميل بس بيعرف ايه افضل سعر يقدر ياخده منك، وفي الغالب لو هيرجع لك تاني هيفاوضك على السعر ده. طيب تحلها ازاي؟ لو العميل طلب منك خصم علشان ينفذ لازم تساله بوضوح. يعني انا لو عرفت اجيب لحضرتك خصم حضرتك هتنفذ معايا النهارده؟ لو قال لك لا او لسه هفكر وما ادكش تاكيد ما تطلبش خصم من مديرك وقول له خلاص لما حضرتك تكون جاهز للتنفيذ ساعتها حضرتك هترجع لي اجيب لحضرتك انسب حاجه ساعتها. ولكن لو العميل اكد عليك وقال لك ايوه هنفذ معاك لو جبت لي خصم كويس، في الحاله دي روح لمديرك هات الخصم وارجع له بيه، لان في الحاله دي بيبقى فيه التزام ضمني بينك وبين العميل ودي اخر خطوه لقفل البيع. فافتكر ما تطلبش خصم للعميل غير لو خدت منه وعد بالتنفيذ. سلام.